بس تفضل بالبداية يعني بس شفناك بساحة الشهداء وهذا الشعارات اللي حضرتك أطلقتها يعني بالبداية هل بحق لفنان إنه يعطي رأيه بالسياسة وما بتخاف إنه جمهور الآخر إنه يبطل يحبك أو شيء مثلا؟ أول شيء كفنان أنا ما عم بحكي سياسي، أنا عم بحكي إنسانيا. إنسانيا اللي عم نشوفه هذا يعني يعني ما حدا بيتقبله. يعني هالإجرام، هالذبح وهالقتل وهالتعذيب وهالدمار اللي عم نشوفه، هيدي هي خلتني اني احكي. هالسبب هذا اللي خلاني اطلع وشارك واحكي وعبر عن رأيي. اليوم نحن يعني مسموح انه بشار الاسد الظالم يذبح الاطفال ويدمر المساجد ويحرقوا المصحف الكريم ويدعسوا على المصحف، ونحن ممنوع نعبر عن رأينا بكلمة. يعني إذا حكيت كلمة بتقوم الدنيا. حضرتك هاجمت الفنانين الآخرين وقلت الله يحشرهم مع بشار، ما بتحس إنه هن حرين ينقوا الخيار اللي بدهم إياه السياسي مثل ما أنت نقيت خيارك يعني؟ هيدا رأيهم حرين، أنا قلت الله يحشرهم مع بشار. هيدا رأيهم، هن يأيدوا النظام، هن حرين بالنهاية. برجع بقول إن شاء الله الله بيحشرهم مع بشار الأسد. حكى كتير إنه حضرتك بدك تعتزل الفن، هل هالشي مزبوط؟ هلأ غيرت رأيي. هلأ أنا مصر إني غني لأدعم بإذن الله اللاجئين السوريين اللي عم يجوا على لبنان، ولأدعم الثوار والجيش الحر، هذا الجيش البطل اللي عم بيقاتل النظام الطاغي المجرم. واليوم بدي احكي في كذا موضوع صراحة بدي احكي فيهم. يعني اليوم نحن بمدينة صيدا صار فيها جريمة قتل مش من الدرجة الأولى، واللي قتلوا هذا لأبو مازن النتوت الله يرحمه ويعفي عنه، هذا إنسان آدمي ومعروفين بيت النتوت عندنا بصيدا جميع أوادم. اليوم اجى واحد بيعطينه المجرمين، النظام المجرم قتله، طعنوا 12 طعنة. ولا والأنكى من هيك انه السفير السوري اللي موجود بلبنان عم بطالب فيه لهيدا اللي قتله لأبو مازن. ان نحن يعني اليوم مطلوب من القضاء اللبناني انه يعجل بالامضاء لاعدام هيدا المجرم. طيب انت اخذ عليك انك نزلت مع السلفيين، يعني شرف الي هيدا، شرف طيب إلي. ما بتشارك مع غير سلفيين اذا كانوا ضد النظام؟ بلا بشارك، ليه ما بشارك؟ بالعكس اكيد بشارك. اي مظاهرة بتنزل ضد النظام انا حاضر شارك فيها. هل بتوجه نصيحة للفنانين اللي مع النظام انه يتركوا هذا النظام؟ والله ما حوجه لهم ولا كلمة، هن حرين برأيهم. وبعدني بقول لك وبرجع بعيد الله يحشرهم مع بشار الأسد. بالنهاية بدي اقول لهم بس في رب بالاخر انه لا حيفيدهم بشار الاسد ولا حيفيدوا النظام بشار الاسد. اليوم نحن طيب الجمهور اللي بيحبك من الطرف الاخر نعم شو بتقول له؟ اي طرف اخر يعني الجمهور اللي مع النظام السوري ما بيهمني الجمهور اللي مع النظام، بس بذات الوقت بحبك. ما بدي يحبني الجمهور اللي مع النظام السوري، ما بدي اياه يحبني. ليه؟ هيك ما بدي اياه يحبني. طالما هالجمهور بأيد هيك نظام مجرم، شو بدي فيه انا يحبني هذا النظام؟ ما بدي اياه يحبني. انا متنازل عن حبه لإلي، ما بدي اياه. طيب ولوين انت حتكفي هلا؟ شو الاغاني اللي محضرها عم تقول فيها؟ ما في اغاني، في ان شاء الله في اناشيد عم جهزها ان شاء الله قريبا عن الموضوع السوري؟ عن اي موضوع بحاجه، لانه بنشوفه في ظلم وفي قهر بالعالم. بدنا نحن في النسبه كمان، في عندي راي بعض التلفزيونات اللي بلبنان ما بدي اسميها، معروفه من هي، مأجوره، معروف من وين بتاخذ اوامرها. اول شيء قالوا عني فضل شاكر العبسي، قالوا انه خيي عندي خيي مات بنهر البارد، خيي موجود حي يرزق، ولا بحياته طلع على نهر البارد ولا بيعرف وين نهر البارد. في بعض الاقزام بلبنان قالوا انه ضبط معي بسياراتي وبرنجات سلاح. اول شيء معروف الضابط اللي وقفني ضابط محترم، وشاف سياراتنا كلها ما فيها ولا رصاصه. في معنا كان انا معي رخصه من قياده الجيش، وكان معي مسدسين بس، هول ما في غيرهم، لا معنا سلاح. وهول الناس ما بيخوفونا ولا بنخاف منهم، هول اقزام
وما حرد عليهم. عم يجيني تهديد بالقتل، هددوني وهددوا عائلتي ومسبات. طيب هيدي التهديدات يعني انت حطيت الموضوع نزلت رفعت دعوة بالنيابة العامة، واكيد يعني رفعنا دعوة، بس انه شو حطيت الارقام اللي عم تجينا طب انت واحد بيسأل شو بدك بهالشغله؟ انه شو شو بدك بهالشغله؟ ليش فايت بهالشيء؟ انت فنان ومشهور لا ما كل انا الناس بتحبك. انا حقول لك، انا انسان بدي رضا الله، بدي رضا الله، وبدي اعمل شيء لاخرتي صراحة. انا هالدنيا ما بتعني لي بقى، وفني ما بيعني لي قدام هالقضية هيدي بالذات. يعني فني بخجل اقول فني قارنه بقضية مثل هالقضية حقيقة. شكرا.